فاللهم لك الحمد على ما أخذت، ولك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت، ولك الحمد على ما أبقيت، ولك الحمد على ما حققت، ولك الحمد على ما أخرت، ولك الحمد يا رب على أنك أنت. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ايه اخباركم من اخر فيديو شفتكم فيه نزلته لكم؟ يا رب تكونوا دايما بخير. قلت لكم ان شاء الله ان احنا بادئين داخلين في فيديوهات ان شاء الله هتعجبكم وحلوة جدا. فقلت بقى، قمت نشيطة في اليوم ده من الصبح كده، وقلت ان انا هعمل لكم فيديو يكون قوي وحلو، وفي نفس الوقت برضو مش هنضغط على نفسنا، بس هنحاول ان احنا ننجز حاجات من اللي علينا. فقلت ان انا في اليوم ده عايزه انزل النيش كله يا بنات. مش قادره اقول لكم بقاله قد ايه، كتير جدا جدا جدا. ما نزلتوش بقاله فتره كبيره قوي. وبصراحه كنت بدات بقى احس ان في تراب وكده، فقلت لا بقى ما بدهاش. انتوا عارفين ان احنا كل حاجه بنعملها مش شرط ان احنا تنظيفات يعني موسم، بس مثلا على مناسبه او حاجه، لا، كل ما نلاقي حاجه مثلا مش نضيفه نحاول ان احنا نظبط الدنيا فيها. فقلت خلاص ان انا النهارده لازم انزل النيش، وفعلا نزلت، بس انا قلت هنزل كل رفين، اخلصهم وارصهم وارجع انزل تاني عشان الدنيا ما تتكركبش معايا. فنزلت فعلا اول رفين وسبتهم على السفرة، وقلت بقى ان انا هدخل اعمل غدا كده يكون لذيذ وسريع في نفس الوقت، قبل ما ادخل في المعمعة بتاعت النيش. فقلت هعمل ايه في اليوم ده؟ قلت بما ان الجو ساقع وكده هعمل طواجن بتاعت مكرونة، مكرونة بالكفتة. تمام. سهلة وبسيطة وحلوة قوي. كان عندي لحمة مفرومة كنت مطلعاها، حطيت عليها بصل وحطيت عليها توابل كفتة الحاتي كانت موجودة عندي. التوابل بتبقى حلوة جدا. وعايزة تضيفي اي حاجة من عندك تمام. عايزة تضيفي عليها فلفل برضو مفروم ناعم زي البصل، برضو بتبقى طعمها حلو. وتبلتها وحطيتها في التلاجة. قلت لحد ما اجهز بقى سلقت المكرونة. وقلت ان انا اعمل بشاميل. البشاميل انا بعمل كل معلقة دقيق بيبقى قدامها معلقة مادة دهنية، مثلا سمنة، زبدة او سمنة او كده. تمام. وبدأت كورت الكور بتاعة الكفتة، نزلتهم على دقيق، وبعد ما خلصتهم خالص رحت مدحرجهم في الدقيق شوية. وقلت ان انا هديهم تشويحة على النار، ياخدوا معايا لون حلو كده زي ما انتوا شايفين. وانا بحب اعملها حجم الكفتة صغير، على اساس ان الولاد لما يجوا ياكلوا بالشوكة تبقى على قد على قد اللقمة، يعني صغير على قد الشوكة، يعني ما يحتاجوش ان هم يقسموها بالنص او كده. فعملتها احجام صغيرة قوي. وهنا جهزت معايا البشاميل وبدأت ان انا احط. انا في اليوم ده يا بنات، بصوا، انا بحب ان انا اوقات اعمل اكل يكفيني يومين، مش يوم واحد، على اساس تاني يوم ببقى عارفه ان انا خارجه مثلا عندي حاجه للولاد، عندي قرآن مثلا للولاد، او نازله اشتري حاجات، المهم هبقى مش فاضيه، فبزود الاكل شويه. ان انا اخليه مش اكل اليوم بس، لا، يكفيني تاني يوم، وعادي لو اتبقى منه تالت يوم ما عندناش مشكله ان احنا ناكل منه برضه، مفيش مشكله. ففي اليوم ده عملت 2 بايركس، وعملت اللي هي الفخار دي، وطاجنين فخار صغيرين للولاد. تمام. وحطيت المكرونه، وحطيت عليها الكفته، وبعد كده نزلت عليها بالبشاميل. البشاميل مش بيبقى كتير قوي، يعني انا ولا كتير ولا قليل. وخليت الوش بتاعه وش جبن، ميكس ما بين الجبنه الموتزاريلا والجبنه التركي المبشوره. تمام. ودخلتهم الفرن. قلت بقى في الوقت ده على السريع كده انضف البوتاجاز تنظيفه كده سريعه، دي مش تنظيفه قويه، بس لا يعني مكان ما الدنيا اتبهدلت كده، على اساس ان برضو مع سخونيه الفرن البوتاجاز من فوق بيسخن. فقلت ان اي حاجه عليه اتساخ او عليه الاتساخ اللي عليه وكده، بدل ما ينشف مع السخونيه بتاعه الفرن، لا، انا انضفه كده تنظيفه في السريع كده لغايه ما اللي في الفرن يبقى خلاص. بصوا، اما طلعتهم شكلهم والله العظيم تحفه، والطعم حكايه، وسريعه جدا جدا، ما بتاخدش معانا وقت خالص. يعني الوقت اللي انا حطيت فيه بعد ما تبلت اللحمه على ما خلصت البشاميل والمكرونه كانت الدنيا تمام. حطيتهم مع بعض والاكله بتاعتي جهزت، وكانت طعمها يجنن. واتغدينا في اليوم ده قبل ما ابدا النيش. خلصنا غدا الحمد لله وشبعنا. قلت بقى ان انا همسك
الحاجات بتاعه النيش وهديها غسله كده محترمه واسيبها تتصفى. يعني انا بنزل رفين على ما يصفوا الرفين اكون بدات ان انا ايه اغسل اللي بعد منهم، يعني على اساس ينجز معايا في الوقت وما ياخدش معايا وقت. واحس ان انا خلصت مهمة. يعني بصراحة يوم تنظيف النيش ده بحس ان هو بياخد معايا وقت. لو انا بدأت بالنيش بس كان ممكن ما اعملش حاجة تانية، فانا قلت لا، الاساس ان انا اخلص مثلا الاكل الموجود، ومختارة يوم البيت الدنيا رايقة فيه ومش محتاجة ان انا اعمل حاجة. يعني البيت مش محتاج تنظيف في اليوم ده، كان متنظف قبلها فكان زي الفل. مختارش بقى يوم زحمة من كل حاجة، ان انا محتاجة انزل اشتري حاجات والبيت محتاج يتنضف وحاجات كتيرة. لا، انا بختار يوم يكون هادي للحاجات اللي زي دي، تنزيلة النيش، تنظيفة مثلا البوفيه، تطبيق لو عندي مثلا هنزل الدولاب بتاع الهدوم. بختار ايام تكون رايقة ما يكونش عليا شغل كتير. يعني هو مجرد ان انا لو محتاجة اعمل اكل، لو عندي اكل تمام، لو ما عنديش اكل ومحتاجة اعمل اكل فبختار يوم يكون رايق وهادي على اساس ما يبقاش جهد عليا، وفي نفس الوقت ما احسش ان الدنيا كلها مكركبة في نفس الوقت. تمام. فبدأت ان انا اغسل الكاسات بقى والكوبايات والحاجات دي. زي ما قلت لكم انا نزلت رفين، ونسيت اقول لكم يا بنات حتى المفارش اللي انا حطاها تحت الكاسات مسكتها اول حاجة بعد ما نزلت الرفين، مسكتهم غسلتهم. بصوا الكاسات شكلها يجنن. مسكتهم غسلتهم على ايدي كده، يعني مش في غسالة او حاجة، على ايدي كده وشطفتهم في بولة صغيرة كده، وشطفتهم وطلعتهم على الحبل. على ما اخلص واجي ارص النيش هما بيكونوا نشفوا، لاني اساسا خامتهم خفيفة. فاللي هو مش محتاجين ولا غسالة ولا اي حاجة، وبينشفوا بسرعة جدا. فهو دي الخطوة الاساسية برضو بعملها لما باجي ايه انضف النيش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا، من احب الكاسات لقلبي الكاسات اللي هي فيها اطار ذهبي من فوق، دي بحبها جدا وشكلها بيبقى شيك قوي قوي في التقديم وحلوة قوي. هنا بصوا بدأت ان انا ارص النيش. بص انا قلت لكم انا بستلم رفين. تمام. فحاولت ان انا اوريكم، كنت بحاول اوريكم الرصة. انا بحاول كل فترة اغير الرصة كده وتدي معايا شكل حلو وتبقى منظمة، وفي نفس الوقت الحاجات اللي بحتاج استخدمها بخليها قريبة يعني مني. هنا بعد ما خلصت النيش كله، بصوا شكلهم خطير، والكاسات عشان اتغسلت واتصفت كويس واتنشفت وكده. بصوا لمعتها خطيرة بصراحة، حلوة قوي. بدأت بقى رصيت النيش كله، والمفارش اللي قلتلكوا عليها اهي اللي هي بتتفرش في النيش دي كانت نشفت، وبصوا نورت وشكلها زي الفل. وخلصت معايا النيش كله، وادي مهمة النيش يا بنات خلصت. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبك حطيلي لايك وحطيلي كومنت زي القمر زيك، ويا رب يا رب يا رب اكون نشطتك وشجعتك في السقعة والجو الجميل بتاعنا ده. وقومي كده وما تكسليش، وان شاء الله خير، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات كتيرة وجميلة وتحسسكم بالنشاط كده. ومش شرط ما تستنيش رمضان، عشان انا بحس ان في ناس كتير بتأخر كل حاجة عن رمضان وتكركب الدنيا كلها فوق دماغها. لا، ابدأي من دلوقتي واحدة واحدة، رتبي كل يوم حاجة لغاية ما ان شاء الله يبقى بيتنا زي الفل. كل اللي تحسي فيه محتاج ترتيب ابدأي بيه وما تستنيش. هقابلكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. مع السلامة.